الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في أول أيام عيد الأضحى المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ضمن مشروع الأضاحي العيد المقدم من جمعية إحياء التراث الإسلامي، نبدأ الآن بتوزيع حصص الأضاحي على أول مخيم الجمع في بلدة أرسال في أول يوم عيد الأضحى المبارك. جزاكم عنا كل خير، وإلى شعب الكويت العريق لوقوفه بجانب إخوتنا النازحين. تقبل الله منكم وسدد خطاكم. معنا رئيس المخيم يرغب بتوجيه كلمة إلى أهلنا في الكويت. تفضل. جزاكم الله خير، ونشكر الكويت ونشكر كل من ساهم لاخواننا النازحين السوريين اللي بارسال، وممنونكم كثير والله يعطيكم العافيه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمر الآن في حملة مشروع الأضاحي المقدم من جمعية إحياء التراث الإسلامي لأهلنا النازحين في بلدة أرسال في أول أيام عيد الأضحى المبارك. نحن الآن ضمن مخيم علي الفليطي بتقديم وتوزيع حصص الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى المبارك. تقبل الله منكم وسدد خطاكم. معنا رئيس المخيم، تفضل. الله يجزيكم الخير والله يعطيكم العافية ومكثورين الخير، والله يعطيكم العافية على الشعب الفقير، ومشكورين مشكورين. نشكر كل من قدم ضحايا لأهلنا اللاجئين السوريين في مدينة أرسال لبنان، ونشكر الكويت شعبا وحكومة، وكل الشكر لأهل الكويت. والسلام عليكم ورحمة الله، الله يجزيكم الخير. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمر الآن في حملتنا ضمن مشروع الأضاحي المقدم من جمعية إحياء التراث الإسلامي. نحن الآن في مخيم الناصر في بلدة أرسال في أول أيام عيد الأضحى المبارك لتوزيع أضاحي المقدم من جمعية إحياء التراث الإسلامي. كل الشكر لأهلنا في الكويت وإلى فريق الجمعية وإلى كل من وقف في مساعدة أهلنا النازحين في بلدة أرسال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
أكبر